فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة في واقعة ضبط شاب سوري تسبب في وفاة سيدة وابنتيها دهسا تحت عجلات سيارته أمام إحدى النوادي الرياضية الشهيرة في منطقة الشيراتون. تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخبارا بوقوع حادث سير أمام أحد النوادي الرياضية الشهيرة في منطقة الشيراتون. أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة ابنتيها أسفل عجلات سيارة يقودها شاب سوري الجنسية يدعى حامد أحمد فراس، طالب في الفرقة الخامسة بكلية الطب، حيث جرى ضبطه. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن السيدة المتوفاة تدعى تريز سعيد غالي توفيت متأثرة بإصابتها، ثم لحقت بها ابنتها نيفين عاطفي بعد يومين، ولحقت بهم الابنة الثانية روجينا صباح اليوم متأثرة بإصابتها داخل إحدى المستشفيات في منطقة مصر الجديدة. بدورها أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثث الضحايا وطلبت التحريات الأمنية حول الواقعة. في السياق ذاته شيعت أسرة الضحايا الثلاثة جنازة الضحية الثالثة منذ قليل لمثواها الأخير في مقابر العائلة.